السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز مهم جدا للأهلي في بداية يعتبر يعني كويسة شوية، بخصوصا لظروف الماتش اللي حصلت النهاردة هكلمك عليها بالتفصيل. بس عامة يعني البداية كانت مهمة جدا انك تكسب النهاردة، ما ينفعش تتعثر في أول ماتش ليك، ما ينفعش تكرر غلطات السيزون اللي فات، ما ينفعش ان ماتشات يعتبر انك تضمنها تلاقيها بتهرب منك بيحصل فيه غلطات. هنيجي برضو طيب للغلطات اللي حصلت، بس هنتكلم عامة الأهلي يعتبر الماتش كله هو اللي مستحوذ فيه. انت بتتكلم على الاستحواذ كان واصل ل 70% الاهلي وكور خطيره، بس الشوط الاول كان سيطره من غير اي خطوره. انت يمكن الخطوره في الشوط الاول اللي هي التسديده، محاولة زيزو اللي هي عدى بيها وقطم وشاطها بشماله، والتسديده بتاعت مروان عطيه اللي جه منها جون كان جون عالمي. وبرضو انت عندك كان في كذا محاولة لبن شرقي، بس ما كانش في حد بيبقى في تناغم معاه او انسجام. وكان في كورة برضو خدها منصف بكرار، بس ما بصاش فيها، كان عايز هو اللي يجيب الجون. بس هو لعيب عامة تحركاته كويسة، وشايف اللي هو يعني بإذن الله يبقى إضافة كويسة للفريق. بتتكلم برضو الفريق أدى بشكل كويس، خصوصا الشوط الثاني. الشوط الأول الدفاع حرفيا عندنا يعني مفيش ربط ما بينه هو وخط النص. في كورة قلشت من دماغ كوكا سجل علينا الهدف الأول في الدقيقة ال 11، وبعدين بعدها بتاع 10 دقايق دخل فيه جون تاني، وكان فيه ضربة جزاء. النتيجة كانت هتهرب منك، بس الحمد لله الشوط التاني بقى مغير انك قدرت تسجل. وبعدين بن شرقي قدر يجيب ضربة جزاء بشكل كويس، زيزو دخل سجلها. وبعدين في الآخر ملك القضية بيرجع تاني للفريق بقضية وهدية كويسة والفوز بعد اسيست ممتاز جدا من سفيان بن جديدة بالكعب، قدر يفنش قفشة بشكل كويس، وثلاث نقط مهمة للأهلي، وبإذن الله يعني الفوز واللي جاي يبقى أحسن. السلام عليكم.